يعطيك العافية. ممكن نتعرف على الاسم؟ علي هواري. علي هواري، اليوم أنت متواجد في البنك العربي من أجل التبرع بالدم للطفلة ملك كيوان. أعطينا رأيك في هذا الموضوع، كيف سمعت عنه وشو رأيك في هاي القضية؟ لما سمعت انه في مواقع الانترنت، موقع الناصر بلد اماني، بالصدفة اليوم انا موجود في البنك، فكان اسهل شيء اني اعمل شيء في البنك، كنتش عارف انه بالبنك موجود. بتأمل إن كل بني آدم يقدر يساعد. هذا مرض في النخاع الشوكي، مرض اللي كثير مش عادي وفي حاجة للمساعدة. إن شاء الله بقدر أساعد. هل تؤيد التبرع بالدم في هيك حالات؟ كيف فهمت التبرع بالنخاع الشوكي؟ نعم. طبعا كل إنسان بقدر يساعد وصحته منيحة وتساعده الله ما يعطيه صحة، إن شاء الله بتأمل يساعد كمان. طيب أخ علي، شكرا. ואנחנו תורמים המון כסף, את לא מבינה כמה אני מצליחה להתרים שם, המון, כן? אני כל אוהב שיש בלונים, אני תמיד ידעתי שיש בטרקלין חשמל, תמיד יש שם בטרקלין חשמל. בקניונים, כן, יש גם בעפולה במתחם על ידי שהדרכתי אותה. אני עד שבטבריה הייתי בטרקלין חשמל ביוקנעם, במגדל העמק הייתי פעם. يعطيك العافية. يا هلا أهلين. ممكن نتعرف على حضرتك؟ علاء شرش من الناصري. علاء، اليوم أنت متواجد في البنك العربي من أجل التبرع لطفل ملك كيوان. قلنا كيف سمعت عن الموضوع وشو رأيك في هذا الموضوع؟ سمعت عنه عن طريق الفيسبوك، بعت لي أحد الأصدقاء عن الموضوع، وبلشت أشوف كمان بمواقع الإنترنت إنه عم تهتم بهذا الموضوع، وأنا كمان اهتميت إنه أكون متواجد وأتبرع للطفلة. نعم. بتشوف إنه مجتمعنا بيساعد بهيك قضايا؟ يعني أنا شايف إنه عم بيكون في وعي أكتر لهذا الموضوع. طبعا كل شخص ما حدا بيتمنى إنه يكون الإشي عنده، بس لازم الواحد ياخذها على حاله من غير شر. إذا في حدا بيصير معه هذا الإشي كمان بحب إنه يلاقي حدا يتبرع له ويعطيه. فأنا بتمنى إنه يعني تشفى هاي البنت، لأنه كلياتنا عنا أولاد ومنتمناش هذا الإشي لحدا، يعني إن شاء الله بالشفاء. شكرا أخ. شكرا. أهلا بك. يعطيك العافية. زيدك، شكرا كثير. ممكن نتعرف على حضرتك؟ أمل حلو. أمل حلو، أنت بتشتغلي بالبنك العربي؟ أيوة. اليوم أنت موجودة في عملية إنسانية للتبرع للطفلة ملك كيوان، شو رأيك بموضوع التبرع بالدم؟ والله أنا بشجع الكل يتبرع، وإن شاء الله تستفيد وإن شاء الله يطلع نوع دم متقيم وأقدر أتبرع لها. يعني أنت بتأيدي هذا العمل؟ 100%. وبتشوفي مجتمعنا بيساعد بهيك حالات؟ تفاجأت من الإقبال تبع الناس دفكة، يعني كان كثير في ناس أجوا وتبرعوا، كانت مفاجأة بالنسبة لي، ما كنتش متخيلة إنه في صار يعني إنه الناس تحب هاي الشغلات. إن شاء الله يا رب تسريح. شكرا لك. يعطيك العافية أخي. الله يعافيك. ممكن نتعرف على حضرتك؟ محمود مشاركة من الناصري. محمود، أنت اليوم متواجد في تبرع بالدم للطفلة ملك كيوان. أعطينا رأيك في عملية التبرع في الدم لهيك حالات. لازم الكل يتبرع لهذا الشيء. ليش لازم يتبرع؟ عشان يساعدهم يطلعوا من هذا المرض. يطلعوا من هذا المرض. أنت بتشوف إحنا مجتمعنا بيساعد بهيك قضايا؟ بيساعد بس لازم أكثر. لازم أكثر. شو يعني هاي كيف ممكن التوعية هاي الموضوع؟ لازم يحطوا إعلانات عن هاي الشغلات ويشوفوا كيف صور الأطفال اللي هاي كله. أنت تبرعت قبل مرة؟ لا، هاي أول مرة. وكيف بتشعر اليوم؟ أحسن. بتشعر أحسن. يعطيك العافية. الله يعافيك. محمود خليل من يافت الناصري. اليوم تم التبرع بفحوصات الدم لطفلة ملك أسامة كيوان من نسل الكروم اللي بتعاني من المرض النخاع الشوكي، واحنا ان شاء الله نتامل منها ان شاء الله تلاقي ذرة الدم ان شاء الله تطير. محمود، انت اول مرة بتتبرع بالدم؟ نعم. بتشوف انه مجتمعنا بيساعد بهيك قضايا؟
بكون ان شاء الله بساعد. شو بتتوجه للشباب خصوصا بالفيسبوك وانت رح تطلع على الفيسبوك يا محمود؟ على الفيسبوك ولكل المجتمع بتوجه انه يتبرع يعني اللي تبرع بالحوادث وبتشجع هيك ها؟ وبشجع. شكرا محمود. لا اكيد. يعطيك العافيه. ممكن نتعرف على حضرتك؟ رائدة حرب أبو شيخة من الناصري. اليوم رائدة أنت متواجدة في حملة لإنقاذ الطفل ملك كيوان، أعطينا رأيك في هذا الموضوع. مزبوط. أول إشي حملة مباركة وأنا باسم بعرفش من أهلها، بس أنا بالفعل بدي باسم أهلها بكون عن جد شكرا لكل واحد يتبرع. أنا بالصدفة أجيت على البنك وشفت الدور وسألت، شفت الإعلان طبعا في قلب البنك، وكواحدة بتحب تتبرع ودائما في حالات من هالشكل الواحد يعني بقول هذا المحل الواحد يعمل خير ويعمل رصيد لنفسه. ولما شفت الناس واقفين بالدور يعني تحمست اكثر بالفعل. قلت يعني اتفاجأت المزبوط، قلت بالفعل في خير وفي كتير خير، وعن جد كل الاحترام. يعني الناس كلها واقفه مكشفه عن ايديها وبدها تتبرع. هذا شيء يعني الواحد بنفعل انه يشوف هاي الاشياء، لانه بالفعل اكيد الاهل يعني اهلها كثير لو يجوا يشوفوا هذا الدور كانوا بيكونوا كمان منفعلين زي ما انا بعرفهاش منفعله. يعني بتشوفي مجتمعنا عم بتطور بهيك قضايا بالنسبه بالفعل بتطور، والف شكر لهم ويعطيهم العافيه عن جد. ويا ريت كل واحد بسمع يجي ويتبرع ونكون احنا قدوه للناس الثانيه. شكرا رائده. شكرا لك. مساء الخير، صباح الخير. مساء الورد. ممكن نتعرف على حضرتك؟ عمر الصح، مدير البنك العربي فرع الناصري. استاذ عمر، اليوم احنا بنشوف البنك العربي رائد في مبادره من هاي النوع بالتبرع في الدم، وبنشوف عدد كبير من الناس. شو رايك في الموضوع استاذ عمر؟ المزبوط، يعني المنظر اللي عم بشوفه انا اليوم منظر بثلج الصدر. كل الاحترام بالاول لوسطنا العربي اللي عم بيورجي يوم بعد يوم استعداده الكبير لتقديم كل ما يلزم من اجل مساعده الغير. والبنك العربي طبعا البنك العربي هو رائد في اندماجه في انشغاله بهموم ومشاغل الوسط اللي هو بيشتغل فيه. واليوم وجودنا هنا ووجود حملة التبرع هاي تعتبر تتويج لكل مشاركتنا احنا في البنك العربي، لمشاركتنا اهلنا في كل همومهم في كل قضاياهم. شو توجهك للجيل الشباب وللناس بشكل عام بهيك قضايا؟ انا المزبوط انا عم بطلع على الوجوه اللي عم تيجي اليوم وبتبدي استعداد اخرى مره اشي بثلج الصدر، معظمهم من الشباب الصغار اللي يعني بيخلينا نحس انه بمجتمعنا بصيص الامل موجود والجذوه موجوده وكل الاحترام. يعطيك العافيه. الله يخليك اخوي، الله يخليك. اسمي احمد شناوي. طبعا هاي الاشي اللي موجود اليوم في البنك العربي هاي خطوه كتير انسانيه من الدرجه الاولى. كل خطوه من هذا النوع هي تعتبر لانقاذ ايتا طفل او ايتا انسان اللي هو بيعاني من مرض معين. أنا بناشد كل إنسان بيقدر يصل لهون للبنك العربي على أساس إنه ينطي الدم المناسب لإنقاذ أي طفلة كانت، بغض النظر مين كان. هاي خطوة إنسانية من الدرجة الأولى. وطبعا حتى أكثر من هيك أنا مع شغله انه حتى كمان تبرع بالاعضاء، مش بس انه شغله انه اعطاء الدم. هاي شغله خطوه انسانيه، خطوه مباركه. بتمنى لها الشفاء العاجل ويكون ايتها شيء مناسب. وانا من اول واحد اذا بيكون ايتها شيء مناسب من ناحيتي انا او ايتها بني ادم بقدر امون عليه، انا موجود قدام هاي العائله بايتها مساعده كانت. استاذ احمد، من خلال تواجدك اليوم في البنك العربي عم بتشوف تواجد كبير، شو رايك في اليوم في هذا التواجد اللي جاي عشان يتبرع قدام للطفل ملك؟ طبعا هاي هي خطوه مباركه. انا شايف في كثير ناس خاصة من الشركة اللي بنشتغل فيها من شركة العفيفي، في كثير شخصيات هون موجودين عشان يتبرعوا. اتوقع انه هاي خطوة هي انسانية، كل بني ادم هو بشعر بهذا الاشي بشوف فيه بحاجة انه لازم يتبرع ويتواجد هون. شكرا لك. شكرا كثير. بوكر توف أوريت. نحن نمسئين اليوم ببنك عربي. את יכולה להגיד לנו על האירוע הזה שאתם מאחלים היום? יש בארץ מאגר של מח עצם
שכל חולה שהוא נזקק להשתלה של מח עצם, אנחנו בודקים אם יש איזשהו תורם שהוא מתאים לו לחולה. במקרה שלנו יש לנו פה ילדה בת 1.5 שנה שלא מצאו לה תורם, ואנחנו כרגע מחפשים תורם מהמגזר הערבי, כי הילדה היא ערבייה. התרומה של המח עצם, אם יימצא תורם, בעצם תציל את החיים שלה. היום במצב שלה היא לא תוכל להתגבר על המחלה בלי תרומה והשתלה של מח עצם. אנחנו עכשיו בשעה 12:30. אנחנו ציפינו לקחת דגימות דם בערך 200 עד סוף היום, ואנחנו כבר עשינו 100 ואנחנו ב-12:30 ואני מאוד מאוד מאושרת. יש הענות טובה מאוד, ואינשאללה נמצא. עכשיו מה הלאה? את הבדיקות האלה אנחנו שולחים למעבדות בשביל לבדוק את ה-DNA ולראות מי נמצא לנו מתאים. הבדיקות האלה אורכות בערך חודש ימים, עד שיהיה לנו פחות או יותר תוצאה, ונקווה שנמצא את התורם המתאים. אז אתם תודיעו למי שתרם בדרך בוודאי, אנחנו לקחנו את כל הפרטים של התורמים, איפה אפשר למצוא אותם, ואנחנו מאוד מאוד אופטימיים ומקווים. אני מודה לך, תודה רבה. תודה רבה.